السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. بداية خلونا نكسب الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أخواني الكرام، بخصوص موضوع الحملة الأمنية، ملخص الأحداث الأخيرة للحملة الأمنية طبعا في ولاية غازي عين تاب. طبعا نحن أخواني الكرام اليوم بتاريخ 30/6 لعام 2024. طبعا انتشار نقاط التفتيش مع سيارات التبصيم التابعة للهجرة في 60 نقطة في ولاية غازي عنتاب، وبحسب شهود عيان. طبعا إخواني الكرام، أنا كنت شاهد أيضا على هي الشيء بخلال التفييش. طبعا أقل شيء لما بدك توقف بدك 8 ساعة تستنى حتى يفيشوا لك الكملك. طبعا وبحسب شهود عيان، فهذه بعض النقاط التي تواجد في الأماكن المذكورة اللي نحن رح نذكرها. الشارع الإيراني تشارشي في عدد من النقاط: حديقة السوريين، ساحة ال14 شهيد، دوار القلعة، قرب مشفى دواء، الجامعة قرب مطعم غجر، مدخل حديقة ياشام، مدخل حديقة ياشيل وادي، داخلها مدخل حديقة شلال بارك. وأيضا أصدقاء الكرام في عدة أحياء ومنها في اليدي تبة. أيضا أصدقاء الكرام، أحد الشهود العيان رأى عائلة وأطفال ومسنين تم إدخالهم لمركز الأجانب في منطقة ياشيل وادي. أشخاص تم ترحيلهم: واحد من السوريين الذين يحملون الجنسية التركية تم إلقاء القبض عليه للتبصيم. أثناء ذلك أخبرنا بأنه شاهد امرأة تبكي. طبعا إخواني الكرام، التبصيم حتى عم يكون للسوريين المجنسين، في كتير مجنسين أيضا أنا شفتهم بعيوني، أكثر من 20 شخص أمامي فيشولون. وتقول للعناصر: لدي طفل رضيع في البيت. أيضا بالإضافة إلى ذلك حتى النساء صار يفيشولون، والأطفال الصغار حتى صار يفيشولون. نصيحة لوجه الله تعالى، الجميع يصطحب معه الكملك. تمام إخواني الكرام، الأمر مو مزح. صعدت للباص الأحمر باكيت بينما تركوا الشاب عندما عرفوا أنه تركي. أما الشاب فقد قدم بالزيارة من اسطنبول، يعني جاي من زيارة من اسطنبول، ومعه إذن سفر إلى كلس، ثم زار اليوم صديقه في ولاية غازي عين تاب. وأثناء توجهه للكراج للعودة إلى اسطنبول تم إلقاء القبض عليه وتم تحويله لمركز الترحيل. وبحسب أيضا شهود عيان، فقد تم تحويل 3 نساء وطفلين قرب حديقة السوريين، كذلك شابين، بينما تم تبصيمهم وهو تركي لأن كملكه نظامي. وبحسب شهود عيان أخرى، تم إلقاء القبض على أكثر من 8 أشخاص أمامهم في حديقة الياشام في حي جوناي كنت. صدم أحد السوريين اليوم سيارة أخرى ولم يشتكي أحد عليه، لكن تم تحويله للترحيل مع أن أوراقه نظامية. حملة على محلات التجارة، أيضا إخواني الكرام انتبهوا من هي الموضوع. بحسب شهود عيان، فقد تم تفتيش محلات السوريين في الشارع الإيراني ومصادرة بضائع من محلات البنشي ومحلات الشامي للعسل. وأكد ذلك تغريدة لولاية غازي عين تاب على منصة إكس، فقد جاء فيها أن بلدية فتشت 3 محلات لم تذكر جنسية أصحابهم، وصادرت 1 طن و40 كيلوغرام من منتجات الألبان، و774 مادة غذائية متنوعة، و700 لتر زيت، و275 غرام من البقوليات، و1 طن و932 من منتجات الألبان والأجبان وما شابه. أيضا أصدقاء الكرام، يذكر بأن المعلومات تتحدث عن استمرار الحملة ل10 أيام، وبأن الفيديوهات والصور كانت قد التقطت ل25 سيارة، أكثر من 25 سيارة أخواني الكرام في ولاية غازي عين تاب. والتبصيم والتدقيق مستمر. نصيحة لوجه الله تعالى، اللي ما عندهم كمالك ينتبهوا، لأنه بشكل مباشر عم يكون الترحيل. طبعا بدأت المطالبة من عدة ناشطين، وإن شاء الله نشوف هي المطالبات انتشرت وتنتشر بالآونة الأخيرة وهلأ بالوقت الراهن. بينما طلب عدد من الناشطين السوريين تدخل الأمم المتحدة لاستلام ملف اللاجئين السوريين، وأن تضع المنظمات والهيئات السورية أمام مسؤوليتها لإيقاف هذه الحملة شرسة أخواني الكرام بأنواعها. وأيضا وجود وزير
الداخلية التركي، هي الشيء دليل على أنه وجود الحملات راح تكون قوية جدا. بالإضافة إلى ذلك عدد تواجد السوريين في ولاية غازي عنتاب أصبح كبير جدا. بالمقابل شفنا المنظمات المدنية، وأيضا كان اجتماع امبارح وزير الداخلية التركي علي يرليكاي مع المنظمات اللي طالبت بترحيل اللاجئين السوريين، وراح تبقى مستمرة هي الحملة. طبعا التوقعات الأولى بتقول إنه 10 أيام، لكن لهي اللحظة أخواني الكرام مو مبين أي شيء. نصيحة الانتباه، الله يبارك فيكم جميعا، لأنه الوضع مو مستاهل بصراحة، والله يفرجها علينا نحن كسوريين. حسبي الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.